السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم في استمرار سلسلة شرح لوحة SC2 بطريقة مبسطة لمهندسين حديث التخرج والمهندسين معانا اللي تعرضوا أو المشرفين اللي تعرضوا على اللوحة بطريقة سهلة إن شاء الله. النهاردة هنتعلم كيف نعمل بلوكات على اللوحة بطريقة سهلة جدا. بتختار منيو، بعد كده بتروح على بتلف كده معايا، بتبدأ بلوك ستيشنات، بتيجي هنا بلوك، بتختار رقم البلوك، مثلا رقم بلوك 1 هنا 1 أو 1 2 3، بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3 بلوك 4 وهكذا، بلوك 6 7. وبعد كده بتختار مثلا بلوك 5، بتنزل على البلوك اهو، عايز تسميه ماشي، مش عايز تسميه بتخليه زي ما هو بلوك 5. وبعد كده بتختار الاستيشنات اللي موجوده في البلوك، يعني مثلا هنا 16 و17 و18 و19 و20 و22 و58 و59. تمام، ده كده اخترت البلوك. البلوك بيشيل 8 محطات بتختارهم، مثلا بتخلي الرش لوحديه، التنجيط لوحديه، البابلر لوحديه، على حسب ما انت عايز. وبتعمل مثلا تيجي هنا على الستيشن وبتختار من نيكست بلوك. تمام، وبتختار البلوكات معاك لحد كام بلوك موجود معانا. هوبا 32 34 41 كام بلوك معانا عشان تخليك معاه في الذاكرة. 64 بلوك نقدر ان احنا نشتغل عليهم، بان احنا نخلي التنجيط لوحده او الرش لوحده او كل شارع لوحده تنجيط، كل شارع لوحده بابلر. دي طريقة سهلة جدا في كيف ان انا اعمل بلوك في اللوحة. وطبعا لما اجي اديني صممت البلوك برجع للستار، ولو انا مثلا عايز اشغل البلوكات ببدأ ان انا ارين تايم، وبختار هنا مثلا بلوك 1 بلوك 2 بلوك 3 وهكذا. زي من هنا سهلة جدا وبسيطة. شكرا ليكم، واستنونا فيديو جديد وتعليم برمجة SC2. السلام عليكم.